اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ان شاء الله هكلمكم النهارده على معلومه ان شاء الله هتفيدكم. ازاي تختار المقاس الصح للوريد الصح. تمام. عايزه اقول لكم الكانيولات دي بتبقى مقاسات، هقول لكم الوانهم، مش لازم تعرفوا المقاسات، ممكن تعرفوهم بالالوان من الاصغر للاكبر. من الاصغر للاكبر ببدا المقاس البنفسجي، وبعد كده الاصفر، وبعد كده الازرق، وبعد الازرق البينك، وبعد البينك اخضر، وبعدين الرصاصي. ده كده مقاس الكانيولات من الأصغر للأكبر. طبعا الأطفال اللي بيبقوا في حضانات أو اللي هو النيونيت أو أو البريتيرم أو الناس اللي بتبقى يعني أوزانهم قليلة، بنستخدم ليهم الكانيولات البنفسجي أو الأصفر. وممكن يبقى عندك شخص يعني كبير، اللي هم الناس الأدلت الكبار، ونستعمل برضو الأصفر على حسب الوريد اللي معاكي، يعني على حسب الوريد الشخص اللي معاكي، بناء عليه بتحددي الكانيولا اللي انت بتركبيها. طيب عايزه اقول لكم ان انا في بدايه علامي حد قال لي ان انت ممكن تقيسي الوريد بالكانيولا اللي معاكي، ان انت مش شرط اطلاقا ان انت تكوني يعني ما تقدرش تحددي المقاس لوحدك. فانت ممكن تقيسي الوريد بالكانيولا اللي معاكي. هوريكم ازاي ممكن تقيسيها مع الخبره، طبعا ما بتحتاجش قياس او كده، بس هعرفكم ازاي ان احنا ممكن نقيسها. تمام. الكانيولا اللي معاكي بتبقى يعني سهله الفتح. بتفتحيها، طبعا بتعقمي ايد الشخص اللي هتركبي له، او ان كان المريض اللي بتركبي له، بتخنقي الايد عشان خاطر تحددي الوريد، وبناء عليه بتقيس. انا قصه القياس ديت كان دكتور يعني ربنا يديله الصحه هو اللي قال لي ممكن تقيسي الوريد عشان خاطر تحددي المقاس الصح للكانيولا. بصوا كده، مجرد ما بتخنقي الايد وبتخبطي خبطتين كده خفاف على الايد، بتلاقي الوريد ظهر معاكي اهو. دي القياس اللي انا بقولك عليه، ان انت بتحطي السن بتاع الكانيولا كده. بحط السن كده على الوريد، بقيس الوريد اهو طول الكانيولا بركب. طبعا انا مش هفتح كل الكانيولات عشان اقيسها بالمنظر ده، وده كده خلاص انا فتحتها خلاص، دي هتترمي. ده خلاص كده اتقفل التعامل بتاعها، دي خلاص. تمام. فدي مش هينفع تركب خالص، ده هتترمي. طبعا بكون معقمه ايد المريض، خلاص ربطت ايد المريض وحددت المكان وكله، بروح ماسحه قطنه بكحول، وكده حددت المريض، وابدا اركب الكانيولا. ما ينفعش بعد ما عقمت ايد المريض اروح المسها بايدي تاني، لا. زي ما قلت لكم لازم اهم حاجه تحافظي ان انت ما تدخليش حاجه. الجلد طبعا الطبيعي بتاعنا، اي جلد بني ادم في العالم بيبقى عليه بكتيريا. بكتيريا اسمها فلورا، اللي هي بكتيريا عاديه خالص على الجلد، فما ينفعش تاخديها من على الجلد وتاخديها تخترقي وتدخليها الدار الدمويه بتاعه المريض. فزي ما قلت لكم لازم اعقم. انا كده حددت المكان وخلاص عقمت، ما ينفعش احط دي بعد ما عقم اقوم مركبه الكانيولا على طول. زي ما قلت لكم الكانيولا كان دكتور يعني ربنا يديله الصحه اللي قال لي ممكن اعملها كده. بقيس الوريد بالكانيولا كده، قست اهو الوريد. تمام. بقوم داخله من بعديها شويه، من بعد المكان اللي انا قسته بشويه. طيب الاورده دي بتبقى فين؟ في كل جسمنا الحمد لله رب اللهم لك الحمد ليه. في كانيولات، في اورده. تمام. يعني انت ممكن تركبي في اي مكان في الجسم. في الراس بنركب كانيولات، في الرجل، في الدراع، في الرقبه. بصوا في الاطفال الصغير بنركب في راسهم، بنركب تحت الابط، بنركب في كل مكان. طيب الوريد دوت لو ركبت له كانيولا مقاس اكبر مش هينفع، في حاجه اسمها هيربشر او هيضرب. فزي ما بقول لك الوريد يعني بصوا هنا دوت، الوريد دوت بيشيل اصفر، شايفين الوريد ده اهو. الوريد دوت ما شاء الله اهو، ده يشيل اصفر ويشيل ازرق ويشيل بامبا. تمام. وممكن يشيل اخضر. الوريد اللي هنا اهو، ده يشيل اخضر. عايزه اقول لكم يعني اهو، شايفين؟ فانت مجرد ما بتخنقي كده اهو، الوريد اللي معاكي بيظهر وبتبدأي تحدديه. كلامي طبعا للطلبة، بنبقى يعني اي بي سي تمريض، لازم اول حاجة تتعلمها انك تركيب الكانيولا اهي. بصوا الاوردة ظهرت اهي خالص. زي ما قلت لكم الاوردة دي بتشيل الكانيولات البنك، وممكن تشيل اخضر كمان. تمام. لكن الاطفال لا، الاطفال ما ينفعش، لازم نختار لهم كانيولات تكون صغيرة شوية. عايزة اوريكم برضو وريد تاني في اطفال اهو. بتخلي الشخص اللي قدامك بيقفل ايده كده اهو، وانت بتضغطي من هنا كده اهو، او بتربطي زي ما قلت لكم. عندنا طبعا بيبقى التورنيكيه والحاجات دي اهو. بصوا الاورده اهي، طبعا دي بتبقى ضعيفه خالص، دي ممكن نسميها كمان شعرات دمويه وليست اورده. فبتبقى ضعيفه خالص. لو هتركبي هنا خلي بالك، لان الوريد دوت لو دخلتي عميقه شويه ممكن تلط شريان.